معانا النهارده ضيف مميز جدا في سكوب سبورت، واحد من اهم الاسماء في مجال التاهيل الطبي الرياضي، اخصائي اصابات الملاعب الفريق الاول لكره القدم بنادي الاتحاد السكندري، ومدير ومؤسس مراكز مودرن رحاب، حاصل على ماجستير في مفصل الكاحل، وباحث دكتوراه في اصابات الركبه وتحديدا الرباط الصليبي. دكتور محمود مجدي منورنا في برنامج سكوب سبورت وعلى قناه الحدث اليوم. الله يخليك. في البدايه شرف لينا احنا. في البدايه حابين نتكلم عن الرباط الصليبي. ده موضوع كبير، يعني انتوا حابين تتكلموا في ايه بالظبط عن الرباط الصليبي؟ ليه الاصابه دي بقت منتشره مؤخرا؟ طيب خلينا نتكلم في كام نقطه مهمه الاول مرتبطه بالرباط الصليبي قبل ما نتكلم عن ليه الاصابه منتشره. اوكي. الرباط الصليبي في الاصل بيتكون من رباطين، رباط امامي، رباط صليبي امامي، ورباط صليبي خلفي. الرباط الصليبي الامامي لوحده بيتكون من رباطين، انتروميديال باندل وبوستولاترال باندل، يعني زي اكن ضفيره الكهرباء، زي اكن سلكين حوالين بعض بالشكل ده. فلما بيحصل مشكله في الرباط، اما بيكون قطع جزئي او جزع في الرباط او قطع كلي، وده بيتوقف على درجه ثبات الركبه وعلى درجه الحركه بتاعت عظمه القصبه واحنا بنعمل الاختبار، والرباط مقطوع بنسبه قد ايه. تمام؟ طيب لما الرباط بيحصل فيه مشكله بنحاول نفهم ايه الاسباب اللي تخلي الرباط يحصل فيه مشكله، وده اللي دلوقتي هنوضحها عشان خاطر نوضح ايه اللي يخلي الرباط يحصل فيه مشكله او يتقطع يعني. بالظبط. طيب اول حاجه، لو حد عنده مشاكل زي الفلات فوت، الفلات فوت من ضمن الاسباب اللي تعمل مشاكل في الرباط الصليبي، لان الفلات فوت بيخلي الانكل بتاعك بيحصل فيه حاجه اسمها برونيشن، يعني الانكل بتاعك بيبقى نايم على وشه او للداخل، فبالتالي عظمه القصبه بتلف لجوه وعظمه الفخذ بتلف لجوه، بيبقى الفورس اللي واقع على الركبه والرباط كبير قوي، فبالتالي بيبقى معرض ان يحصل له مشكله في الرباط. ده كده اول سبب. تمام. ثاني سبب ماسل امبالانس، يعني عدم توازن في العضلات اللي حوالين الركبه. ناس كتير جدا خاصه لعيبه الكوره بيبقى عندهم ثقافه ان هو يهتم جدا بتقويه العضله الاماميه ويهمل تماما العضله الخلفيه، فينتج عن دوت ان تبقى العضله الاماميه عنده قويه جدا والخلفيه عنده ضعيفه جدا، فبالتالي يحصل عدم توازن في العضلات فيحصل مشكله في الرباط الصليبي زي قطع الرباط الصليبي. تمام. لازم نفهم ان اللي مسؤول عن ثبات الرباط الصليبي في الاصل هي العضله الخلفيه، ومعاها عضله الجلوتس ماكسيموس او عضله الاليا الكبرى عشان خاطر ثبات الحوض.